يا رب يجعل يومكم كله هنا وسعادة. انا اخترعت الاختراع ده، ما حدش بقى يقول لي انا شفته قبل كده. ده كمان لمعت بيه الكوتشي بتاعي، والاستيك بتاع الساعة خليته كمان بيلمع، ورشيت على العباية بتاعتي وخليتها زي الفل. واحتمال كبير اتمشى كمان في الشقة واشوف ايه هنا وايه هنا، وخلي بالكوا حد ياخده مني، لان فعلا هتمشى بيه في الشقة كلها واخليها تلمع واخليها زي الفل. ولا تقولولي بقى رغاوي، ولا تقولولي منظفات، ولا تقولولي اي حاجة. ده كمان في ميزة اكتر من كده بكتير، اللي هي لا قدر الله عندنا حاجة كده بتتمشى كده ولا كده، اهو بيقضي عليها برضو بالمرة. واللي هيقولي طب الريحة موجودة في الملابس، اول ما بحطه تحت المية انتهى الريحة بتاعتها خلاص. ولو نفرض ان هي موجودة بس مش في الملابس، طبعا موجودة مثلا على الحيطان اللي احنا مسحناها، ولا حتى البقعة بتاعت السيراميك، ولا حتى في الرخامة بتاعت المطبخ واحنا بنلمع بيه، اهو موجود. حتى بيقعد معانا كده دقايق بسيطة، اهو يموت حاجة ماشية كده ولا كده. وما تقلقوش الريحة بتاعته بتروح على طول. بس اهم حاجة ان انت تبعدي عن اي درجة حرارة، اذا كانت الشمس او لا قدر الله البوتاجاز او حتى السخونية بتاعت المكوى، اي حرارة غلط، لانه طبعا لا قدر الله مش عايزين نقول بيعمل ايه. احنا نبعد بس عن درجة الحرارة وما نعرضهوش خالص. وعلى فكرة اول ما بنخلص المهمة بتاعتنا بنحط عليه نقطة كده بأي صابون ولا اي مسحوق ونضفه وبقى زي الفل خلاص. تنضفي بيه الكوتشي، تنضفي بيه الشنطة بتاعتك. لو انت جيتي قلتي الشنطة فيها مثلا قلم روج، ولا فيها قلم جاف، ولا العيال قعدوا يلعبوا على الحيطان، ولا معرفش في بقعة هنا ولا هنا، كل ده بيختفي. وكل ده اول ما بتغسلي تحت المية خلاص انتهى وما بقاش في اي حاجة خالص. وانا نظفت بيه العباية بتاعتي، كانت اول مرة البسها ولسه طالعة السلم الكهربائي، فاخد حتتين كده من الشحم اللي موجود في السلم، والحمد لله طلع وما فيهوش اي حاجه. عرفتوا بقى مميزات البيرسول ده ايه، او اللي هو بيموت الحشرات؟ اول حاجه ان هو لا قدر الله حاجه ماشيه كده ولا كده بيقضي عليها. تاني حاجه بيلمع اي حاجه فيها بقعه وبينضفها، حتى لو كانت الرخامه بتاعه المطبخ. بس زي ما قلنا اي حاجه تكون بعد نهائي عن اي درجه حراره، علشان لا قدر الله بيبقى خطر جدا. وخلي بالك برضو ما تسيبيش العبوه دي عند حد من العيال بيلعب بيها ولا حاجة، وتحطيها في مكان آمن، علشان برضو لما تيجي تستخدميها تلاقيها، وفي نفس الوقت محدش يستعملها غيرك. وده طبعا ما فيهوش هزار، محدش يحرك العبوة دي من مكانها، ولا حد يستعملها الا انت، وتكوني كمان انت على حذر وانت بتستعمليها. ودي البقعة اول ما غسلتها راحت، واول ما حطيت عليها المكوى انتهت. حتى طبعا لما بنحط عليها المكوى ريحتها بتظهر، او ريحة المادة اللي احنا حاطينها، الريحة خلاص انتهت مش موجودة نهائي. وانا من حقي ان انا اخرج بقى دلوقتي واتمشى شوية. مش انا بقى نظفت الدنيا ونظفت العباية بتاعتي، انا كمان من حقي اخرج. وفعلا اي حاجة خارج الصندوق بتنجح، بس اهم حاجة ان انتوا تكونوا مستعدين للخطوة دي، علشان كل ايامكم تبقى كلها هنا وسعادة.